يا ترى نور والباب السحري هيكون ايه وراه، وهيحصل ايه بعد كده؟ تعالوا نشوف الحكاية. وكان يا مكان في بيت صغير عايش ولد شقي ولطيف اسمه نور، عنده 5 سنين وبيحب اللعب والاكتشاف. وفي يوم ماما قالت له: يا نور، خلي بالك من اوضتك وخلص لعبك قبل ما تنام. نور هز راسه بس قال في نفسه: ألعب شوية كمان وبعدين أرتب. وفجأة وهو بيلعب لمح باب صغير ورا الدولاب، باب ما كانش موجود قبل كده. قرب نور بحذر، الباب لمع وقال بصوت خفيف: ما يفتحنيش غير الولد اللي بيحب باباه ومامته. نور فتح عينه بدهشة وقال: أنا بحبهم قوي. فتح الباب ولقى نفسه في غابة جميلة، الشجر بيضحك، العصافير بتغني. طلع له أرنب لابس قبعة وقال له: علشان تكمل المغامرة لازم تثبت إنك ولد بار. قال نور بحماس: أعمل إيه طيب؟ قال له الأرنب: ساعد ماما لو تعبانة. في لحظة شاف ماما كأنها تعبانة قدامه، قرب منها وقال لها: تعالي يا ماما اقعد جنبك. ومسك ايديها والغابة نورت. وقال الأرنب: عديت الاختبار الأول. وكمل نور، قابل عصفورة قالت له: تاني اختبار، تسمع كلام ماما من غير زعل. افتكر نور لما ماما طلبت منه يرتب لعبه، قال بسرعة: حاضر يا ماما. العصفورة زقزقت بسعادة: برافو. وفي آخر الغابة ظهر باب ذهبي خرج منه صوت ماما الحقيقي: يا نور. فتح الباب ولقى نفسه في اوضته واللعب حواليه. جري على ماما وحضنها وقال لها: بحبك يا ماما وهسمع كلامك دايما. ونور حضن ماما جامد وحس ان قلبه بقى دافي. سمع صوت خفيف بيقول: شاطر يا نور، الباب السحري بيفتح دايما للي بيسمع كلام بابا وماما. بص حواليه والباب اختفى، بس الابتسامة فضلت على وشه. ومن اليوم ده كل ما ماما تنادي على نور بسرعة يقول لها: حاضر يا ماما. ونور حضن ماما جامد وحس قلبه نور وراحة. سمع صوت خفيف بيقول: شاطر يا نور، بر الوالدين هو أجمل سحر في الدنيا. بص حواليه لقى الباب السحري اختفى، بس الخير فضل جواه. ومن اليوم ده نور عرف إن بر بابا وماما هو أجمل مغامرة في الدنيا. ولو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة يا حلوين. وإلى اللقاء مع حدوتة